كتم المشاعر دكتور، إيه. أنت أكثر شخص يعني علم النفس. اليوم كثير من الناس يكتبون مشاعرهم بداخلهم، وهذا الشيء هو يسبب حالة نفسية. هو الأصح أنه يتكلم لو خلاص يبقي بداخله. احنا نسميها الكبت، كبت المشاعر، يجي يعبيها بداخله، ما يقبل أحد يطلع عليها، ولا هو يريد يستذكرها. صالح، أي شيء يشوف الإنسان بحياته ما ممكن أن ينساه، يتناساه، يتظاهر بأنه ناسيه، يتجاهله، ولكن يبقى عالق. وين عالق؟ دواخله. ايش وقت يظهر؟ انتهازي جدا، يظهر بأوقات ضعفك. ايش وقت ما تضعف انت، ترجع لك هذا الذكرى تضرب دماغك وتبدأ تفكر بيها. الأشياء اللي بداخلنا، ذكرياتنا، مسارات حياتنا، حدودنا، خطوطنا الحمراء والصفراء والبيضاء الموجودة بدواخلنا، ما يصير نخرجها للآخرين، ما يصير يجون يطلعون عليه يتفرجون. احنا مو معرض ولا مسرحية، هذه بها انتكاسات إلنا، لذواتنا، تحطم حياتنا وحياة عوائلنا.